تخيل صديقي الاوتاكو تبقى عيل كحيان في ثانوي وفجأة تلاقي 3 بنات مزز بيحبوك وعايزين يرتبطوا بيك، هتعمل ايه يا وحش؟ معروفة يعني، هتقوم تطفي المنبه وتصحى من الحلم ده وبعدها تتابع الفيديو عشان تشوف مارو وهو بيحقق حلمك. بيبدأ الانمي مع مارو وهو ماشي وفجأة بيلمح زميلته كاتي واقفة لوحدها، فبيقرر يبلع حبوب الشجاعة كده ويروح يكلمها، واول ما بتشوفه بتقول له انت مارو، فبيتصدم وبيقول لها انت عارفاني؟ فبتقول له اه انا حافظة اسماء كل اللي في الفصل بتاعي، انجز وقول لي انت جاي عايز ايه. فبيقول له هو محرج كده انا قريت الروايه بتاعتك، فبتتصدم وبتقول له طب وايه رايك فيها؟ فبيقول لها الروايه تحفه بجد واحداثها اثرت فيا جدا، فبتفرح كاتي جدا وبتقول له طمنت قلبي، شكرا ليك يا جدع. وفي اللحظه دي سهم الحب رشق في قلب الواد مارو وبقى يكراش على كاتي وعايز يرتبط بيها. اما قصه عبره بصحيح يالا يا مارو. وبتمر الايام وبتبدا السنه الثانيه للمرحله الثانويه، وبيسال الواد كاي مارو انت هتشارك في مهرجان الاعتراف بالحب السنه دي؟ فبيقول له مارو لا يا عم الحاله ناشفه خالص، انت ايه الدنيا معاك؟ فبيقول له كاي والله يا حبيبي اخوك مرتبط ب7 حاليا. شكل كاي كده بيعمل تارجت ارتباط وبيقول له بس الموضوع متعب جدا، فبفكر كده اقلل العدد ل4 بس وهبقى ماشي على شرع ربنا برضه، اللهم قوي من اللي خلفوك يا فنان. فبيقول له مارو يا ابني ارحم نفسك، انت مش السنه اللي فاتت الكل كرهك عشان مرتبط ب3 مع بعض؟ فبيقول له كاي حصل، بس انا قررت بقى اعلي على نفسي السنه دي. الواد ده هربان من جهنم ولا ايه يا جدعان؟ ما حد يرجعه مكانه تاني. فبيقول له مارو ما علينا من الهبل ده، قول لي بقى ناوي تختار انهي واحده من حريمك دول عشان تعترف لها في المهرجان؟ فبيديله هيت شوت في دماغه وبيقول له لا ولا واحده منهم، انا هعترف لكاتي. فبياخد مارو الصدمه بقى وبيمسك الواد يعجنه ضرب وبيقول له انا هعمل معاك الجلاشه يا ابن اللذينه. فبيقول له قا يلحق كاتي، فبيقول له لا مش عليا يا روح خالتك، بس لما بيبص وراه بيلاقيها فعلا، فبياخد الصدمه كلاكيت تاني مره وبيقول لها انت بتعمل ايه هنا يا وليه؟ فبتقول له ده الفصل بتاعي يا ابني انت عبيط ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه صح معلش دماغي تعبانه بقى. وبعد كده بتمشي كاتي، فبيجي كاي يقول لي مارو نصيحه من اخوك شيلها من دماغك خالص، البت دحيحه ورياضيه وكاتبه روايات وموديل مشهوره لدرجه ان صورها منوره غلاف المجلات، يعني مفيش اي سبب منطقي يخليها تحب عيل كحيان زيك. الدعم الايجابي خرم السقف حرفيا صديقي الجميل. بس بيقول مارو على فكره بقى احنا قريبين من بعض، انا اتكلمت معاها في الاجازه اللي فاتت. فبيقول له كاي وهو انت كده قريب منها؟ غطي رجلك ونام بقى يلا. وبعد كده بيقول له لو انت عايز ياض حبيبي بجد ما عندك شيده؟ فبيقول له مارو لا يا عم شيده ايه وبتاع ايه، دي مش ماي طيب. فبيقول له كاي جاتك نيله، ده على اساس انك توم كروز يلا، ده لولا انك صديق طفوله شيده ما كانتش هتبص لك اصلا. فبيقول له مارو هي فعلا جميله والشباب بيكرشوا عليها واجتماعيه كده بس لكن قبل ما يكمل كلامه بتيجي شيده شخصيا وبتقول له بقى دي وجهه نظرك عني بقى ياض يا مارو، اختك الكبيره مبسوطه منك قوي. فبيتحرج جدا وبيقول لها ما تقوليش على نفسك اختي الكبيره بس. فبتقول له لا هقول، ما انت تعبني معاك ومخليني اعتني بيك زي اخواتي الصغيرين بالظبط. وفي اللحظه دي بيتغاظوا 4 عيال مسخره كده من مارو وبيقولوا اه يا ابن المحظوظه عندك صديق الطفوله مزه. وبيقول واحد منهم في كهف فاضي ورا الجبال يا جدعان تعالوا ناخده هناك. فبيقول مارو يا لهوي هيعملوا معايا الجلاشه. فبتفجرها شيده حرفيا وبتقول له انا ملاحظه انك بتتجنبني، تكونش محرج مني عشان رفضتني. وفي اللحظه دي بياخد الكل الصدمه حتى كاتي، وبيجوا ال4 عيال المسخره دول علشان يرنوا علقه، وبصراحه هو يستاهل بس بتزعق لهم شيده. فبيسمعوا كلامها وبيمشوا وبتروح تقول لمارو هسالك تاني ممكن نرتبط؟ فبيقول لها انا اسف بس مش هقدر. فبتفجرها شيده تاني مره وبتقول له انت صدقت يالا يا كروديا انا كنت بلعب معاك لعبه اصلا لما سالتك. فبيتصدم جدا وبيقول لها يا بنت اللذينه بتلعبي بمشاعري؟ فبتقول له انت اللي غبي ياض، هو بالذمه كده انا هبص لك انت يا عم؟ ده انت تحمد ربنا ان صاحبتك اصلا، اجلدي يا فنانه هو يستاهل بصراحه. فبيمسكها يعجنها ضرب هي كمان. فبتقول له طب وربنا ما هديك الواجب بتاعي تنقله؟ فبيقول لها لا خلاص انا اسف كله الا الواجب، اهم حاجه المصلحه برضه، بلا حب ولا بطيخ يا جدع. وبيقطع كلامهم صوت صياح البت ميكو صاحبه كاتي وبتقول انت هتروح المهرجان مع الممثل المشهور ابي؟ فبتقول لها كاتي ايوه عرض عليا نرتبط الاسبوع اللي فات لما رحنا للشاطئ وانا وافقت. ففي اللحظه دي بياخد مارو طعنه في قلبه بقى وبيمشي وهو متضايق وحزين جدا وبيفضل يبكي مع نفسه الواد الخيخه ده. فبتيجي شده تواسيه فبيشكرها انها لسه جنبه مع انه رفضها، وبيعرفها انه عارف حقيقه مشاعرها ليه وان حوار اللعبه ده عشان تداري كسفتها. فبتقول له كشفتني يا ابن اللذينه، انا صحيح زعلت عشان ما اخترتنيش بس مشاعري ناحيتك هتفضل زي ما هي وبرضه هقف جنبك وادعمك مهما حصل. السلكان في ابها صوره حرفيا صديقي الجميل وبتقعد بقى تخفف عليه بالكلام. فبتقول له كاتي خسرتك على فكره وانت تستاهل ستها وكل الكلام ده. وبتقول فجاه تعالى ننتقم منها ياض يا مارو. فبيتصدم وبيقول لها ايه يا فنانه مش للدرجه دي. فبتقول له لو انت مسامح فانا لا، وبعدين انا بكره البت دي اصلا ومستنيه الفرصه من زمان. فبيقول لها بس لا برضه بلاش نبقى متطرفين كده. فبتقول له طب خلي بالك بقى عشان كاتي مرتبطه بابي بقالها اسبوع وهيروحوا المهرجان سوا، يعني الخطوه الجايه هيعملوا تنفس صناعي لبعض. فبيتعصب الواد المسخره ده وبيقول لا حس كده بقى انا هنتقم منها اشد انتقام. الثبات على المبدا يبكي في الزاويه دلوقتي صديقي الجميل. وتاني يوم بيتجمع مارو مع شيده وبيقول لها انا عندي فكره، هدور ورا ابي على نقطه ضعفه وافضحه قدام الناس
وبكده هنتقم منه وفي نفس الوقت من كاتي لانها حبيبته فالغلط هيطولها. فبتقول له شيدا ايه الفكره العبيطه دي يا ابني؟ فبيقول لها الله مالها طيب؟ فبتقول له انت كده مش هتستفيد حاجه لانك ما انتصرتش على كاتي، انا عندي فكره افضل، ايه رايك تمثل انك حبيبي؟ فبيتصدم وبيقول لها هستفاد ايه من كده بقى؟ فبتقول له هتخلي كاتي تولع من الغيره لانك ارتبطت بحبيبه جميله زيي. فبيقول لها تصدقي اقنعتني، انا موافق وش. وبعد كده بيروح يسال في المدرسه عن ابي بس بيكون محبط جدا لان كل الطلاب بيمدحوا في ابي كانه ملاك. وفي اللحظه دي بيجي ابي شخصيا وبيقول له انت اللي بتسال عني؟ فبيقول له مارو وانت تعرفني؟ فبيقول له طبعا ده انا عارفك كويس، الطفل الممثل الموهوب مارو. فبيتصدم مارو وبيفقد النطق حرفيا. وبنرجع فلاش باك بنعرف منه ان مارو كان ممثل وهو طفل فعلا، وده لان ابوه وامه كانوا ممثلين هما الاثنين. وبيقول قابل مارو انت ليه سبت التمثيل قبل 6 سنين مع انك كنت موهوب؟ فبيقول له وانت مالك بقى؟ فبيقول له ابي عايز اعرف لانك الشخص اللي خلاني ادخل المجال ده اصلا، ابويا مثل معاك في مسلسل قبل كده وقعد يمدحك ويقول عليا اني فاشل عكسك، فقررت انتقم وسألت عنك فعرفت انك في المدرسة معايا هنا وعملت عنك شوية ابحاث كده فعرفت انك بتحب كاتي فرحت ارتبط بيها على طول عشان اذلك. على فكرة انا اول مرة اشوف عيل حربوب بصرم كده الصراحة صديقي الجميل. وطبعا بيتعصب مارو جدا وبيقول له اه يا عيل يا حقير وبيمسكه عشان يضربه، بس بيقول له الحقير ده انصحك بلاش تستخدم العنف عشان ما تتفصلش. فبيتعصب مارو اكتر بس بيمسك نفسه على اخر لحظة فبيغيظه الحقير ده اكتر وبيقول له انا هعترف لكاتي في مهرجان الاعتراف بشكل رسمي، قول بقى باي باي لقصة الحب اللي من طرف واحد بتاعتك دي. وكالعاده بيتعصب مارو وبيكون عايز يفرتك دماغه بس بيمسك نفسه وبيروح يقول لكاي انا قررت قرار مهم هشارك في المهرجان الثقافي علشان احط على ابي. فبيقول له كاي بس انت كده محتاج سكريبت جامد عشان تبهر الجماهير بقى. فبيقول له بالظبط كده واحسن حد للكتابه هي كاتي. بس في اللحظه دي بتقاطعهم شيدا وبتقول لمارو ما عملتش لايك على الستوري بتاع حبيبتك ليه ياض؟ فبيتصدموا نفس العيال الاربعه المسخره وبيهجموا على مارو تاني بس شيدا بتديهم النظره الغاضبه فبيخافوا وبيمشوا. دي ارجل من الواد مارو سبحان الله يا جدع. وبتبص كاتي على مارو وهي مصدومه فبيقول له كاي فرصتك يلا روح بقى وبيزقه. فبيقول لها مارو انا هقدم مسرحيه في المهرجان الثقافي وعايز حد يكتب سكريبت جامد ممكن تساعديني؟ فبتقول له كاتي وماله بس هتدفع لي اللي انا عايزاه. فبيقول لها ماشي وبياخدوا ارقام بعض عشان يتواصلوا. وبالليل بتتصل كاتي بيه بس بيكون عنده في البيت شيدا واللي بتنادي عليه فجاه وبتقول له يلا الاكل هيبرد. فبتقول كاتي الله الله طب خلص الدب بتاعك ده بقى وبكره نتكلم، حظك شبه وشك والله يا فنان. فبيحبط مارو وبيقول لي شيدا منك لله يا بعيده. فبتقول له يا عم هدي اعضائك مش حوار يعني، وبعدين هي بدات تتقرب منك فجاه كده ليه؟ مش ممكن تكون عامله فخ هي وابي ليك؟ يعني انت بلعت الطعم كده؟ وكالعاده الواد المسخره ده اي كلمه بتجيبه وتوديه فبيقتنع بكلامها اللي هو هبد اصلا وبيقعد بقى يصيح ويشتم كاتي وابي. وبتقول له شيدا انت مصمم برضه على حكايه المسرحيه دي؟ انت بطلت تمثل من زمن وصعب تسترجع مستواك من يوم وليله كده. فبيقول لها ده اللي في ايدي حاليا فلازم اعمله عشان ما اندمش ومن بكره هتدرب عشان استرجع مستواي تاني. بس تاني يوم لما بيتدرب هو وكاي بيفقد الوعي لسبب ما واول ما بيفوق في المستشفى بيلاقي كاتي جنبه عشان تطمن عليه وبتديله ملف كده وبتقول له ده السكريبت اهو. فبيلقي نظر عليه وبيعجبه جدا فبتاخده منه وبتقول له ادفع الاول قبل ما تكمل قراءه السكريبت ياض. فبيقول لها مش معايا فلوس وربنا ده انا مفلس. فبتقول له مش عايزه فلوس عايز اعرف بطلت تمثل ليه؟ فبيقول لها زمان كنت بطل مسلسل الطفل النجم ونجح جدا فالمنتج قرر يعمل جزء تاني وامي خدت دور فيه بس للاسف ماتت اثناء تصوير احد المشاهد ومن ساعتها وانا موقف تمثيل لاجل غير مسمى. فبتتصدم كاتي وبتتاثر جدا وبتقول له اتفضل السكريبت وبتمشي وهي متضايقه. وبنشوف فلاش باك صادم جدا زمان كاتي كانت معجبه بمارو جدا كممثل وبتتفرج عليه وفي احد الايام ابوها جابه البيت يلعب معاها لانه كان المنتج بس وقتها كان شعرها زي الولاد بالظبط واسمها شيرو. يعني مارو حاليا مش عارف ان كاتي تبقى هي شيرو صاحبته زمان. المهم شيرو وعدت مارو انها هتالف قصه وهو هيمثلها في المستقبل ومن ساعتها شيرو او كاتي بقى بدات التاليف لحد ما بقت كاتبه روايات. وبنرجع للحاضر وبتقول كاتي في نفسها انت كنت وما زلت الحب الاول ليا يا مارو انا لسه بحبك جدا. يعني يا صديقي الجميل الكراش طلعت بتكراش هي كمان بس طبعا محدش هيتجرأ ويعترف للتاني لازم الكاتب يزهق اللي خلفونا الاول معاه. وبالليل بيتدرب مارو هو وكاي على السكريبت وبيجي ميعاد المهرجان الثقافي اخيرا وبيقابل مارو ابي واللي بيقول له النهارده هتحصل حاجه هتصدمك لدرجه البكاء. فبيقول له مارو هنشوف مين اللي هيعيط النهارده يلا. وبيستعد للمهرجان فبيجي كاي يقول له في حد عايز يقابلك. فبيبص مارو عليه وبيكون شخص لابس كاب مداري وشه فبيستغرب وبيروح يقول له انت مين؟ فبيقول له الشخص ده انا شيرو. فبيتصدم مارو جدا وبيقول يا عاش من شافك يا بنتي وبيروح عشان يسلم عليها لكنها بتقول له لا خليك بعيد. وطبعا ده عشان ما يعرفش انها كاتي وبيسالها انت جايه هنا ليه؟ فبتقول له عرفت انك هتمثل قلت اجي اشوفك انت زمان بطلت تزورني ففكرت انك بقت تكرهني او نسيتني. فبيقول لها مارو لا مش كده خالص الموضوع بس ان حصلت مأساة كده. فبتطمن
شيرو وبتقول له طب الحمد لله، انا بعد رحيلك اشتغلت على نفسي علشان ابقى احسن ونجحت ان ابقى كاتبه وصدرت روايه ليا كمان. فبيتصدم مارو وبيقول دي حاجه جامده جدا على فكره. فبتقول انا كنت طول الفتره دي بحاول ابقى اجمل عشان تعترف بيا وتقول اني جميله. وهوب بتقوم خالعه الكاب ومعرفه انها كاتي. فبياخد الواد صدمه مدويه حرفيا وبتقول له ايه رايك بقى دلوقتي بقت جميله؟ فبيتحرج وبيقول لها ايوه جميله جدا كمان. وبعد كده بتقول له اخيرا وفيت بالوعد وانت هتمثل قصه من تاليفي. فبيتحمس جدا وبيقول لها ايوه بقى ده انا هبهرك يا بت. وبعد كده بتقابل كاتي شيدا اللي كانت واقفه تتنصت على الكلام وبيتحدوا بعض هما الاتنين على مين هتفوز بحب الواد مارو. تخيل صديقي الجميل في بنتين موزز بيتخانقوا على البطيخه ده وانت لسه سنجل، خزان احزان بجد يعني. وبيبدا مهرجان الاعتراف وبيطلع كل عيل يعترف للبت اللي بيحبها وحاجه اخر محن وتلزيق يعني. وبيجي الدور على ابي فبيطلع على المسرح وبيقول انا مش بعرف اتكلم فهعترف لكاتي عن طريق اغنيه ورقصه. وبيجيب الفرقه بتاعته وبيقعد يغني وبيرقص بشكل مسخره بيفكرني بالشخص المزنوق اللي عايز يدخل الحمام كده. بس بيجي الواد مارو يرقص ويغني هو كمان وبيسرق منه الاضواء حرفيا. وبعد العرض ما بيخلص الكل بيسقف له وبيهتف باسمه هو. فبيمشي ابي وبياخد مارو المايك عشان يعترف بحبه لكاتي بقى اخيرا. بس بتحصل حاجه قمه في العبط صديقي الجميل. بيقول مارو انا بحبك جدا يا كاتي بس دلوقتي ادركت اهم شخص ليا اللي كان جنبي دايما والشخص ده هو شيدا. وبيعترف لها بحبه قدام الكل. لا تعليق حرفيا انا مش هتكلم، اتكلم انت بقى يا صديقي الجميل. وطبعا بعد الهبده العبيطه دي من الكاتب الكل بيتصدم وانا بتصدم. وشيدا بتقف متنحه كده وهي مش مستوعبه. وكاتي الغلبانه قاعده تعيط وصاحبتها بتواسيها. بس انت مفكر صديقي الجميل ان العبث ده انتهى؟ لا طبعا الكاتب الاسطوره بيبهرنا اكتر. فبتقول شيدا لمارو انا مش موافقه ارتبط بيك، انها المخدرات يا ساده تاني. لو ما شفتش المخدرات يا ساده الاولانيه هتلاقيها في الفيديو اللي فات. وبعد كده بيتكلم ابي مع كاي وبيقول له حاجه صادمه بس خلاص مش هنتصدم تاني بقى بعد اللي شفناه ده. المهم بيقول ان ما كانش مرتبط بكاتي ولا حاجه انما هي اللي اتفقت معاه على كده علشان مارو يكرهه وهي تستغل الفرصه وتقرب منه. يا بنت اللذينه يا حربوقه. فبيقول كاي وانت استفدت ايه من الحوار ده بقى؟ فبيقول له بسبب مارو رجع يمثل تاني ودي حاجه بسطتني الصراحه يعني طلعنا كلنا ظالمين الواد الغلبان ده. وبعد كده الكاتب اللهبل بيحاول يقنعنا ليه شيدا رفضت مارو وده عشان هو رفضها فكانت عايزه تردها له. وبنشوفها قاعده بتبكي لوحدها وندمانه على اللي عملته علشان لسه بتحبه. لا سبب مقنع جدا يعني يدخل على الاطفال اللي في الحضانه عادي. وعلى الجانب الاخر كاتي لسه مكتئبه وصحباتها بتواسيها والواد المسخره مارو عمال يصيح وبيقول ليه رفضتني؟ احسن يا نايتي ده ذنب البت اللي انت لسه مدشمل مشاعرها من شويه. وبيفضل يحلم باللحظه المسخره اللي اترفض فيها دي. فبيقوم مفزوع وبيقول هروح المدرسه ازاي بعد ما اترفضت قدام الكل كده. وفي نفس الوقت بتكون شيدا متضايقه وبتقول لو كنت وافقت عليا من الاول يلا ما كنتش انتقمت منك كده. اما انت قلبك اسود بصحيح يا بت يخرب بيت وشك. وفي نفس الوقت برضه بتكون كاتي قاعده بتبكي وبتقول يا خاني يا ابن اللذينه بترفضني بعد كل اللي عملته علشانك. وتاني يوم بيروح كاي المدرسه وبيشوف التلاته مفيصين على الاخر وبيجي له اتصال مهم كده. فبيقول له مارو مين ده؟ فبيقول له قناه تلفزيونيه. فبيتصدم مارو وبيقول له عايزين منك ايه بقى؟ فبيقول له المسخره ده انا صورتك من ساعه ما طلعت على المسرح لحد الاعتراف ورفعت الفيديو على اليوتيوب فجاب مليون مشاهده في 3 ايام بس يعني كده في مليون شخص شافك وانت بتترفض يلا. اهي دي بقى الشهره اللي ربنا يحرمنا منها صديقي الجميل. فبيقول له مارو حسبي الله ونعم الوكيل وتبا لك يا جدع. فبيقول له كاي يلا ده كل القنوات بتتكلم عنك. الطفل الممثل العبقري مارو اللي اختفى فجاه ظهر من جديد واتعرض للرفض واتذل من زميلته اللطيفه شيدا. فبيتعصب مارو وبيمسك كاي يعجنه وبيقول له انا هشيرك بقى يا ابن اللذينه. وفي اللحظه دي بتيجي بنت صغيره كده وبتنط على مارو وبتحضنه يلا وماله نخليه مربع حب بالمره. وبيتصدم كل الطلاب وبيقولوا يا لهوي دي مومو اشهر ممثله في العالم حاليا. وبتقول مومو لمارو وحشتني جدا يلا طول السنين دي. فبيقول لها وانت كمان انا اتفرجت على كل اعمالك وعجبتني جدا على فكره. وفي اللحظه دي بتيجي كاتي وشيدا وهم هيولعوا حرفيا وبيسالوه مين دي بقى يا روح خالتك؟ زنقه اصعب من زنقه الامتحانات دي يا صديقي الجميل. وبتقول مومو انتوا الاتنين اللي كنتوا في الفيديو بس خلاص بقيتوا من الماضي وانا هعوض مارو عنكم. دي ولع معاه على الاخر ابن المحظوظه. وطبعا بيتغاظوا كاتي وشيدا من الكلام ده. فبيحاول مارو يهدي اللعب وبيقول لها بعيد عني انت مشهوره وممكن حد يطلع عليك اشاعه. فبتقول له طب يا ريت لانك حب الاول اصلا. اما كلهم واخدين الصدمه بقى بس انا ما اتصدمتش عشان اتعودت خلاص على العبث ده. وبعد كده بيعزم الواد كاي مارو على بيتزا سي فود رايقه كده. فبيقول له خلاص ياض سامحتك. الفنان طبق مقوله اقرب طريق لقلب الراجل معدته. وبنرجع للعبط من جديد صديقي الجميل. فاثناء ما مارو قاعد ياكل بتيجي كاتي فجاه وبتقول له ممكن تخرج معايا في ديت. فبياخد الصدمه هو وكل الموجودين حرفيا. بس بتيجي صاحبتها ميكو وبتقول الله يخرب بيتك اتكلمي عدل. وبتقول لمارو معلش قصدها ممكن تيجي معايا البيت. فبيقول لها هي كده معقوله شويه. واول ما بيرجع البيت بيلاقي الباب مفتوح وفجاه بتظهر قدامه مومو بلبس البيت وبتقول له اهلا يا حبيبي احنا بنتعرض للعبط الرومانسي دلوقتي صديقي الجميل. وطبعا
بيتصدم مارو وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا يا بومه، وبعدين دخلت بيت ازاي؟ فبتقول له المفتاح وقع من السما لوحده قدامي كده، ده شكله القدر يا حبيبي، يا وجع القدر يا بت ملزقه. وبعد كده بتعمل له وليمه اكل حرفيا، فبياكل وبيشكرها على تعبها وبيقول لها خير بقى جايه ليه؟ فبتقول له عايزه اتكلم معاك لوحدنا، وبتدي له كارت كده لوكاله تمثيل اسمها هاردي برو وبيرقصها المدير شون. فبيقول لها هو مش العمه نينا كانت الرئيسه؟ فبتقول له ايوه بس مرضت السنه اللي فاتت فسلمت الرئاسه لابنها، وهو دلوقتي بعتني عشان اقنعك ترجع تمثل تاني. ومش كده وبس، هو عايز شيدا كمان تمثل لانه شافها في الفيديو، فممكن تقنعها تيجي الوكاله تقابله هي كمان. بس بيقطع كلامهم جرس الباب، فبيروح مارو يفتح وبيلاقي اخوات شيدا الثلاثه، فبيسالهم جايين في نص الليل كده ليه؟ فبيقولوا له تعالى الحقنا شيدا فقدت الذاكره. فبيتصدم وبيسالهم ايه اللي حصل، فبيقولوا له كانت قاعده تاكل عادي وفجاه كده اتجننت وبتيجي مومو. فبيقولوا له اه يا فاسق بقى عشان اختنا رفضتك بتقضيها؟ فبيقول لهم استهدوا بالله دي مومو الممثله المشهوره، وبيعرف مومو عليهم بالترتيب كده، وهم ميدو واو واكاني، وبيقول انهم جيرانه من زمان فبيعتبرهم زي اخواته بالظبط. وبعد كده بتمشي مومو عشان تسيب مارو يتعامل مع الاخوات دول، وبتقول له ميدو ناوي تعمل ايه بقى في حوار شيدا ده؟ بس هو بيكون لسه في وضع الصدمه من الرفض اللي اتعرض له ومش مستعد يواجه شيدا. فبتقول له اوه شيدا قالت انها هتعدي عليك بكره الصبح تروحوا المدرسه عشان عايزه تتكلم معاك في موضوع كده. وبتقول له ميدو ما تتهربش منها بقى يلا. فبيقول لهم حاضر امر لله. وتاني يوم بالفعل بيلاقي شيدا واقفه قدام بيته، فبيسلم عليها وبيسالها انت اخر حاجه فاكراها ايه؟ فبتقول له قبل بدايه السنه لما اعترفت لك بحبي، ولما شفت الفيديو بتاع اعترافك ليا اتصدمت ولحد دلوقتي مش عارفه انا رفضتك ليه. وربنا يا صديقي الجميل البت دي شكلها بتحور بس وماله خلينا نشوف. وبتعتذر له على الرد القاسي اللي هي قالته ده، وبتقول له انا هعوضك، ولسه بتمسك ايده لكنه بيبعد عنها. فبتتصدم وبتقول له الرد كان قاسي جدا بقى، ممكن نفضل صحاب طيب؟ فبيقول لها ايوه اكيد. فبتقول له انا هحاول اخليك تثق فيا ونبدا من جديد. فبيقول لها تمام اتفقنا. الفنان لسه ما حرمش من التروما الاولى تقريبا، وبتيجي كاتب العربيه عشان توصل مارو لان الصحافه مستنياه قدام المدرسه، وبتركب معاهم شيدا عافيه كده. فبيحكي مارو الكاتو على حوار فقدان الذاكره ده، فبتقول له انا حاسه ان البت دي بتحور عليك. فبيقول لها اشمعنى؟ فبتقول له لا احساسي بيقول لي كده. فبيقول لها خلاص انا عندي فكره عشان اعرف الحقيقه، وبيعزمها على سجق الاخطبوط، وبيقول في نفسه زمان عانت من صدمه بعد ما اكلت سجق الاخطبوط، يعني لو فاقده الذاكره فعلا هتاكله ومش هتخاف. وبالفعل اول ما بياكلها بتاكله عادي، فبيتاكد انها مش بتكذب. وبعد كده بيديها كارت الوكاله وبيقول لها فرصه كبيره ليكي، مدير الوكاله دي شافك في الفيديو واعجب بيكي فعايزك تمثلي ايه رايك؟ فبتساله انت ناوي ترجع تمثل؟ فبيقول لها والله لسه محتار بس هروح اقابله اشوف ايه الدنيا، انت مش عايزاني ارجع؟ فبتقول له بصراحه انت عانيت جامد قوي في الشغلانه دي. فبيقول لها صح بس انا برضو استمتعت لما رجعت تاني امثل في المسرحيه. فبتقول له خلاص انا كمان هاجي معاك الوكاله. فبيقول لها انت مهتمه بالتمثيل؟ فبتقول له لا بس عايز ادعمك وابقى معاك في اللي انت تختاره. بس بيطب عليهم كاتي وكاي اللي كانوا واقفين بيتنصتوا عليهم، وبتكون كاتي مع قرار عوده مارو للتمثيل بس كاي لا. فبيسالوا مارو ليه بقى ان شاء الله يلا؟ فبيقول له لو رجعت تمثل هتنشغل ومش هتعرف تركز في الدراسه، فانا عندي فكره حلوه هنعمل قناه يوتيوب ونقدم سكتشات وافلام قصيره انت هتمثل فيها، وانت يا كاتي ممكن تكتب سكريبت الفيديو ومارو هيمثلوا عادي. فبتعجب الفكره مارو وكاتي وحتى شيدا، بس بيقول مارو هروح اسمع العرض بتاع الوكاله الاول وهقرر اختار ايه. فبيوافق كاي وبيقول له اوكي بس هروح معاك، وبتزيط على زيطه كاتي وبتقول له انا كمان. وطبعا شيدا رايحه كده كده، وبالفعل بيروحوا كلهم كده بربطه المعلم للوكاله، وبيسال شون مارو ها يا وحش هترجع ولا ايه؟ فبيقول له مارو لسه محتار شويه عشان الدراسه وكده. فبيقول له يا ابني دراسه ايه انت هتغتني من التمثيل؟ وبيسال شيدا وانت ايه النظام؟ فبتقول له انا اسفه بس هرفض. فبيستخدم كارت الفلوس وبيقول لها انت هتاخدي 100 مليون ين في 3 سنين بس، وانت يا مارو هتاخد 300 مليون ين في 3 سنين. يا ولاد المحظوظه. فبيتصدموا جدا، وبيفكر الواد الفاسق مارو في حاجات شمال كده، وبيقول شون لمارو في منتج عايزك تظهر في اعلان تجاري خاص بيه، استنى لحد ما يجي وارمي عليه السلام بقى، وانت يا شيدا هتظهري معاه. فبتقول له اسفه بس انا. فبيقول لها بس ايه دول 100 مليون يعني هيخلوكي تعيشي ملكه زمانك. فبتقول له مش عايزه حاجه منك. فبيقول لها انت اهلك شكلهم كده ما عرفوش يربيكي بقى. فبيتعصب مارو وبيقوم يكب النيل على دماغه، وبيقول له ما تغلطش في صديقه طفولتي يالا، اخيرا شفنا موقف رجولي منك يا فنان، يخرب بيتك ده انا شكيت فيك. وطبعا بيتعصب شون وبيقول انا كنت حاسس انك بقيت زباله يالا عشان جاي ومعاك اشكال زباله زيك. فبيتعصب كاي وبيمسكه عشان يرنوا علقه، وبيقول له انا هعرفك الزباله يقدر يعمل فيك ايه يا ابن اللذينه، بس بيمنعه ناره في اخر لحظه، وبيقول له اهدى هتودينا في داهيه يخرب بيتك. وبيتصل شون بالسكرتيره بتاعته وبيقول لها كلم الشرطه، بس بتقول له حاجه معينه بتصدمه جدا. فبيقول لها انا جاي حالا، وبيقول للشله بتاعتنا خلوكوا هنا لحد ما ارجع. وبعد ما بيمشي شون بيتفق مارو مع الباقي انهم يمثلوا لو الشرطه جت ويشهدوا كلهم ان ما حصلش حاجه. بس فجاه بيرجع شون ومع المنتج، والصادم انه بيطلع ابو كاتي. فبتتصدم كاتي وبتقول انت صاحب الاعلان يا بابا؟ فبيقول لها ايوه انت بتعملي ايه هنا مع الشله دي؟
فبيحكوا له كل حاجه حصلت، وبيكون شون الحقير ده رافض الاعتذار حتى من ابو كاتي. فبتقول له مومو عندي حل، هنعمل مسابقه تجاريه، لو انت فزت مارو وشيدا هيمثلوا في الاعلان، بس لو مارو فاز مش هتبلغ الشرطه وهتنسى الموضوع. فبيوافق شون ومارو على الفكره، وبتقول مومو قواعد المسابقه كالتالي: الاعلان هيتصور مرتين، الاول في الاستوديو بتاع الوكاله، والتانية مارو وشلته هيصوروه بنفسهم، والنسختين بتوع الاعلان هينزلوا في نفس الوقت، والجماهير هتصوت انهي احسن عشان يفوز، وهتكون المسابقه بعد اسبوع من دلوقتي، والتصويت هيستمر لمده 3 ايام، وابو كاتي هيساعد مارو وشلته باللي محتاجينه عشان يبقى النزال متكافئ مع الوكاله. فبيوافق الكل على القواعد دي، وتاني يوم بيتجمع مارو وباقي الشله عشان يفكروا هيعلنوا عن المنتج ازاي، واللي بالمناسبه عباره عن مشروب طاقه للشباب. وبعد كده بنشوف مومو قاعده لوحدها في البيت، فبتيجي اختها ايري عشان تتفرج معاها على اعلان مارو وشلته، وبالفعل بيشوفوا الاعلان، وبيعجب ايري بس مش بيعجب مومو قد كده، لان تركيز مارو وشلته على المنتج كان قليل جدا، وده مش صح. بس بيتصل مارو بيها بعد كده وبيقول لها لسه في تكمله للاعلان بتاعنا، انا مش هخسر مهما حصل. وبالفعل بتنزل التكمله، فبتنبهر منها مومو، وبيكسب الاعلان بتاع مارو وشلته بضعف عدد الاصوات حرفيا. فبيقعدوا يحتفلوا سوا، وبيتفق ابو كاتي مع كاي انه هيكون الراعي الرسمي بتاع قناه اليوتيوب بتاعتهم، واللي بالمناسبه اسمها التحالف الازوردي. وما تسالنيش صديقي الجميل يعني ايه الكلمه الغريبه دي، عشان انا شخصيا مش عارف. وبعد كده بنعرف معلومه صادمه جدا: كاي يبقى ابن شون، وعمل القناه دي اصلا عشان ينتقم من ابوه. ده شكل كده الموضوع كبير قوي يا صديقي الجميل. وتاني يوم بتنتقل مومو للمدرسه اللي فيها مارو عشان تبقى جنبه، وطبعا جوز المضحكين كاتي وشيدا بيتضايقوا وبيولعوا منها كده. وبعد كده بتعترف شيدا اخيرا لمارو انها كانت بتكذب عليه في حوار فقدان الذاكره ده، فبياخد الصدمه بقى وبيقعد يصيح وبيقول لها هثق فيك ازاي بعد كده يا اللي منك لله. فبتقول له انت اللي عيل كروديا، كل شويه بيضحك عليك كده، ده شميلي ام وشه يا فنانه. هو بيسالها عن السبب اللي خلاها تكذب عليه، فبترفض تجاوب، وبتقول له اعرف بنفسك بقى يا اخويا. فبيقول لها انت قلبك اسود قوي، فبتتعصب وبتقول له لو راجل قولها تاني. فبيقول لها طب قلبك اسود، والاسود هو قلبك. فبتقوم رازعه بالشنطه وجايبه اجله. مارو بقى شهيد القلب الاسود تقريبا صديقي الجميل. وبعد كده بيقعد الواد المسخره ده يفكر مع نفسه ليه شيدا كدبت. فبيقول له ملاك الخير كدبت عشان علاقتكم ترجع زي الاول، يعني بتحبك. فبيقوم ملاك الشر قايل له ام رفضتك ليه من الاول يالا، دي بتكرهك ياض. فبيقول له مارو تصدق اقنعتني يا ملاك الشر، لو بتحبني كانت اعترفت واعتذرت لي وخلاص. وعلى الجانب الاخر شيدا عماله تقول الواد الغبي ما فهمش ان عملت كده عشان بحبه. وعلى جانب تالت بقى البت كاتي بتكون لسه عايزه تفوز بحب مارو، فبتتصل بكاي وبتتفق معاه على حاجه بس مش بنعرف هي ايه دلوقتي. وتاني يوم بيتجمع كاي مع باقي الشله وبيقول لهم دي قواعد التحالف الازوردي، وفيها اعضاء رئيسيين واعضاء فرعيين. الاعضاء الرئيسيين هم انا ومارو وكاتي وشيدا ومومو، وفي عضو فرعي واحد بس وهي صاحبتي رينا. من حق الاعضاء الرئيسيين اقتراح مشاريع القناه والتصويت عليها ونقدها كمان، ولو في عضو واحد بس نقد مشروع مش هيتم حتى لو الباقي موافقين. واضافه اي اعضاء جدد للتحالف هتكون بتصويت الاغلبيه للاعضاء الرئيسيين. وبيقترح كاي اول فكره مشروع وهي تصوير فيديو كليب، واللي هيشارك فيه الاعضاء البنات بس وهم لابسين مايوهات. هنبدا فسق بقى من اولها بقى، يلا يا فاسق يلا ولا يخرب بيت وشك. وبيوافق طبعا الواد الفاسق التاني مارو، لكن شيدا ومومو بيرفضوا الفكره المنحرفه دي، وكاتي بقى بترفض بشكل قاطع لدرجه انها بتستخدم حق النقد بتاعها. فبيضطر كاي يلغي فكره لبس المايوهات دي تماما. فبيوافق الكل على الفكره بعد كده، وبيقول كاي انه محتاج مساعدين. فبتقترح عليه كاتي صاحبتها ميكو، فبيقول لها وماله ما يضرش. فبتتصل بيها عشان تقول لها بس بترفض ميكو. فبتقترح شيدا انها تقول لاخواتها البنات، فبيوافق كاي وبتسال شيدا كاي هيسكنوا فين في فتره تصوير الفيديو كليب. فبيقول لها في مدينه اوكيانوا في الفيلا بتاعت ابو كاتي. فبتتصدم جدا وبتقول يعني انت اللي كنت ورا الليله دي كلها ومتفقه مع كاي وعملت حوار النقد عشان تباني براءه قدامنا. دي طلعت مش سهله خالص البت كاتي دي صديقي الجميل، لكنها كالمتوقع بتنكر ده وبتقول انا مفيش حاجه بيني وبين كاي. وبيكون مارو المغفل واقف في صفها وبيقول ايوه مستحيل تخطط لكل ده. فبتتعصب شيدا وبتقول له انت برضه بتصدقها وانا لا. فبيقول لها يا اختي على الاقل مش بتكذب عليا، واخده بالك انت. وبيكون كاي قاعد يفكر مع نفسه، وبنعرف معلومه صادمه اكتر من حقيقه ابوه. رينا دي هو مصاحبها عشان في الحقيقه تبقى اخته بس من ام تانية. الواد ده قنبله صدمات متحركه صديقي الجميل. هو بعد كده بتتصل بكاتي وبتقول له الخطه بتاعتنا مشيت زي الفل. فبيقول لها اي خدمه بس قولي لي بقى ناويه على ايه مع مارو. فبتقول له هوقعه في حب بطريقتي الخاصه انا بقى. فبيقول لها خالصه هقعد اتفرج انا من بعيد بقى عشان اشوف هتقدري تعملي ايه. وبعد عده ايام بتستعد الشله بتاعتنا عشان ينطلقوا لمدينه اوكيانوا، وبيروحوا السوبر ماركت يشتروا شويه حاجات عشان يطبخوا هناك. بس بتغيظ مومو كاتي لانها بتعرف تطبخ كويس جدا. فبتتعصب كاتي وبتقول لها ومال يا حبيبتي انزلي بقى في مسابقه طبخ.
فبتيجي ايري اللي هتنضم لهم في الرحله دي وبتقول حس كده بقى لازم نتفق على اكله المسابقه، انا بقترح تكون اكله القدر الساخن. ودي عباره عن ايه بقى يا فنانه؟ اصل اكيد يعني مش هتاكلوا الحله. وبيوافق الكل على الاكله اللي انا مش عارفها دي، بس بتكون كاتي متضايقه في نفسها عشان عايزه تعمل فرايد تشيكن. وبعد ما بيشتروا الحاجات المطلوبه بيطيروا الاوكيانوا وبيوصلوا للفيلا بتاعت ابو كاتي. فبيتصدم مارو من مدى عظمتها، فبتقول له رينا انت عامل زي الكروي اللي اغرته اضواء المدينه ياض. فبيقول لها انت قصدك ان كروي ساذج؟ فبتقول له اه. فبيقول لها الشارع اللي وراه ده انا هعمل معاك الجلاشه يا بت دلوقتي. هو بيمسكها يعجنها ضرب. وبعد كده بتشرح كاتل باقي الشله الايوب بتاعتهم. كاي ومارو في اوضه، ومومو واختها ايري في اوضه، وشيدا واخواتها الثلاثه هيتقسموا على اوضتين لما يجوا وراهم. واخيرا هي ورينا في اوضه، وبيطلعوا في الدور العلوي اللي فيه حمام السباحه. فبيقول المسخره كاي لكاتي عادي ننط في حمام السباحه؟ فبتقول له اكيد. فبيقول لها حس كده بقى احلى مسا عليك يا مارو. وهوب مره واحده بيقوم زقه في حمام السباحه. وبعد كده سبحان الله البنات بتلبس المايوهات عادي، مع انهم رفضوا يلبسوه في الفيديو كليب. ما هو يا اما معتبرين كاي ومارو بنات زيهم، يا اما الكاتب ده دماغه تعبانه، مفيش سبب تالت صديق الجميل. وبتبعت كاتي رساله لمارو وبتقول له لو عايز تشوفني بالمايو لوحدك تعالى في المكان ده. وطبعا الواد الفاسق ده ما بيصدق، فبيروح يقابلها. والبت الفاسقه دي بتجر ناعم معاه عشان توقعه، ولسه هيتلزقوا في بعض ويقضوها فسق بقى. لكن بيرن تليفون مارو فبيرد، وبتطلع مومو وبتقول له رايح تعط وتنط من ورانا يا ابن اللذينه؟ انا واقفه وراك وصورتك انت والاخت فيديو كمان، دي بقت فضيحه بجلاجل، تستاهلوا والله يا عالم يا فاسقه. فبياخد الصدمه بقى وبيحاول يهرب، لكنها بتكون وراه وبتقفشه. وبعد كده بتقعد مومو تتدرب على الرقصه بتاعه الفيديو كليب، وبينبهر كاي من ادائها وبيقول لا ممثله جامده فعلا. وبتطلع كاتي تتدرب هي كمان، بس بتكون متوتره كده ومش بتأدي حلو. فبيقول لها مارو انا هطلع اوريك الرقصه ازاي. وبيطلع الواد ما شاء الله مستقبله باهر، بيديها هزه يمين وهزه شمال، والرجوله عماله تبكي في الزاويه يا خال. وبتقول المسخره رينا لا الامكانيات بتاعته طرش الطرش الصراحه. يا فنان الكلام ده هو حد لعب في الاعدادات ولا ايه يا جدعان؟ وبتيجي مومو تقول له ايه الحلاوه دي يا مارو، مع ان الامر مقزز جدا انك ولد، وبتهزها كده وهتخلينا نرجع، بس انت جامد يالا. فبيقول لها طب وده بقى مدح ولا اهانه؟ فبتقول له الاثنين ميكس كده يا عناية. وبعد كده مومو بتقعد تعمل اكله القدر الساخن، اما المعتوهه كاتي قاعده لوحدها تصيح وبتقول اعملها ازاي دي بس يا ربي. وبعدين يعني ايه قدر ساخن؟ المفروض اعمل ايه يعني؟ ازاي يعني مش عارفه القدر الساخن؟ ده الجهل مال البلد حرفيا يا جدعان. وفجاه بيجي ابو قلب رقيق وصغير، لا مش بكر صديقي الجميل، انا قصدي الواد مارو، وبيقول انا سمعتك على فكره بطلي صياح بقى واعملي لي الاكله اللي تحبيها. فبتقول له بس دي مسابقه طبخ القدر الساخن. فبيقول لها بلا ساخن بلا بارد. وربنا يا بنت ما اعرف ايه البتاع ده اصلا. تقريبا كده الكاتب بس هو اللي عارف ايه الاكله دي صديقي الجميل، لو انت كمان عارفها اكسب فينا ثواب وقول لنا هي عباره عن ايه في الكومنتات. المهم بتقول له كاتي خلاص هعمل لك الاكله المفضله بتاعتك الفرايد تشيكن. فبيقول لها ايوه كده هو ده الاكل التمام. وبعد كده بتوصل الحاجه شيدا واخواتها عشان عنبر المجانين ده يكمل. وتاني يوم بيعرف كاي شيدا المطلوب منها وهي تتدرب على الرقص. وبعد كده هتعمل هي وكاتي ومومو بروفا مع بعض، وبالفعل بيعملوا البروفا وبيكون الاداء كويس من الكل، وحتى كاتي اداها اتحسن جدا. وبعد كده بيروحوا كلهم للشاطئ عشان يرفعوا عن نفسهم شويه. وما شاء الله في ماسوره مايوهات ضربت في المكان صديقي الجميل. وبتروح شيدا تمسك الواد مارو من ودنه وبتقول له تعالى معايا، وبتاخدوا المكان لوحدهم. وبتقول له انت مش طايقني من ساعه ما جيت لياض. فبيقول لها متضايق منك يا بوما عشان مش عايزه لحد دلوقتي تعتذر انك كدبت عليا بخصوص ذاكرتك. فبتقول له فكك بقى وانا هثبت لك اني بحبك وهفضل اقول لك بحبك 200 مره في اليوم. فبيقول نهار اسود مش هتحلني كده. وبالفعل لما بيكون بيسبح بتطلع له من تحت الميه وبتقول له بحبك. فبيتخض وبيقول لها هقطع الخلف كده منك لله. بس الفنانه مش بتحله فعلا، وبتفضل تروح وراه في كل حته زي خياله وتقول له بحبك. والواد المسخره ده بيجيب اخره منها، فبيروح يخبط دماغه في تمثال كده وبيقول يا رب خدها بقى وريحني منها، دي بقى عليها عفريت اسمه بحبك. وبعد كده بيجهزوا المسرح وبتقترح اكاني يحطوا السبكتر بشكل معين كده. فبيوافق كاي وبيعجبوا فعلا مكانهم. وبالليل بيلمح مارو كاتي قاعده تتدرب لوحدها مع ان رجلها مصابه. وفجاه بيجي لها اتصال من ميكو وبتقول لها انها بتتدرب لوقت متاخر كده لوحدها عشان هي اقل شخص في الفرقه. فبتقول لها ميكو وليه ما طلبتش المساعده من مارو؟ فبتقول لها عشان انا مش عايز اعتمد عليه دايما كده، انا عايز ابين له ان بقيت شخص كويس وماشي على خطاه. فبيتاثر مارو جدا من الكلام ده وبيرجع يحن ليها مره تانية. ده الحب الاول برضه يا جماعه. وتاني يوم بيتم تجهيز كل حاجه لتصوير الفيديو كليب، وبيطلعوا الثلاثه كاتي وشيدا ومومو يغنوا ويرقصوا زي ما اتدربوا. وبيكون الفيديو كليب حاجه كده اخر جمدان. وبعد ما التصوير بينتهي بتنزل كاتي على السلم، بس فجاه رجلها المصابه بتوجعها فبتقع. بس في اخر لحظه بيجري يمسكها مارو وبينقذها، لكن للاسف بيتكسر دراعه. وبعد كده دراع مارو بيتجبس. فبيقول لابو كاتي بنت هتتولى المسؤوليه كامله عنك لانها السبب في اصابتك، فهتيجي تعيش معاك في البيت تعمل كل حاجه لحد ما تخف. يا ابن المحظوظه يا فوزي. بس كالعاده اعضاء مربع الحب الباقيين مومو وشيدا مش بيسيبوهم في حالهم كده وبيقعدوا يرازوا في بعض كلهم. فبيقول مارو اهدوا يا حريم السلطان انتوا شويه. وكمان بيجوا اخوات شيدا الثلاثه
3 وبترخم ميدو عليه شويه بالمره، فبيقول لها غور من هنا يا بت وانت شبه العجوز الشمطاء كده. فبتقول له شمطاء؟ طب وربنا لشمطك. وبتقوم فعلا شمطاء رجل بتجيب اجله يومين كمان بالوضع ده، وهنلاقي باقي جسم الفنان متجبس. ومش بينتهي الوضع لحد هنا على كل الحريم دول، فبتيجي واحده كمان وهي اوجا، ودي خدامه كاتي وجايه معاها كده عافيه، وبتنزل في جلد هي كمان ما جاتش عليها يعني. ما الواد بيتهزق من كل شخصيات الانمي، وبتقعد تقول له انت عيل فاسق وزير نساء والبنات عماله تتلم حواليك وكل الكلام ده. فبيقول في نفسه هي كانت ناقصه البت دي كمان. وبتيجي كاتي تفجرها بقى، وبتقول لمارو انت ايدك اليمين مكسوره، فانا اللي هغسل لك ظهرك وانت بتستحمى. اخلاقك دخلت في عيني والله يا فنانه، يخرب بيت شكلك. وطبعا الواد الفاسق ده بيوافق، لكن اوكا بترفض، وبيمسكوا في خناق بعض بقى. وتاني يوم في المدرسه بتقعد مومو تتقرب من مارو وبتقول له انا هاكلك يالا، بس بتيجي كاتي وبتقول لها انا عامله له الاكل يا صفرة، روح على فصلك بقى ما تقرفناش. وبالفعل بتقعد كاتي تاكل الواد مارو في بقه، بس فجاه بيلمح اوجا واقفه على باب الفصل وعايزه تاكله باسنانها، فبيتخض وبيقول لكات انا رايح الحمام عشان يسر الشر. وبتيجي شتا تتكلم معاه على انفراد، فبيقول لها خير. فبتقول له امبارح يالا حصلت حاجه كده ولا كده مع كاتي؟ فبيقول لها لا طبعا يا حاجه، انت دماغك راميه شمال كده ليه؟ فبتقول له عشان انت عيل فاسق منحرف وتعملها عادي يعني، اديله يا فنانه ما ترحمهوش. بس بيقطع كلامهم رساله من كاي بيقول لهم فيها تعالوا حالا لاوضه النادي عشان اقول لكم حاجه مهمه. فبيروحوا كلهم يتجمعوا وبيسالوه عايز ايه، فبيقول لهم في قناه تلفزيونيه طلبت مننا نعمل فيلم وثائقي عن حياه مارو من اول ما اختفى عن مجال التمثيل لحد ما دخل مجال اليوتيوب. فبتقول كاتي والله دي فكره حلوه جدا، لكن شيدا بتعارض تماما وبتقول كده احنا هنأذي مشاعر مارو لانه عانى بشده لما امه ماتت، وحتى لو هو شخصيا وافق يمثل انا هرفض. فبيتصدم مارو جدا وبيكون متردد. فبيقول له كاي انت مش عايز تكتب خاتمتك بنفسك؟ فبيقول له ازاي؟ فبيقول له كاي لو رفضت عرضهم هيعملوا هم تقرير عنك بمعرفتهم، وطبعا هيجمعوا معلومات غلط عنك وممكن بعدها تضايقك وما تكونش حابب تتعرض. لكن لو احنا انتجنا الفيلم بنفسنا هنكتب السكريبت براحتنا لانه هيكون ضمن التحالف بتاعنا. وبيقعد بقى يشرح كل التفاصيل الممكنه عن المشروع، فبيقتنع الكل نوعا ما بالفكره دي. وبيقول كاي لمارو فكر براحتك ورد عليا يوم السبت الجاي. وبعد كده بتقعد مومو مع شيدا وكاتي وبتقول لهم عندي فكره بخصوص الفيلم الوثائقي. فبيقولوا له احنا اتفقنا ان القرار في ايد مارو. فبتقول لهم اسمعوا بس وبعدها اتكلموا. وبتقول لهم الفكره بس مش بنعرف هي ايه دلوقتي، وبالفعل بيوافقوا عليها. وبنشوف حاجه بقى قمه في المسخره، البت اوجا عماله تشخبط بالقلم الجاف على ايد مارو. فلما بيصحى وبيشوفها بيقول لها ده ايه ده يا ابو منتي؟ فبتقول له مش انا يابا، هو مفيش دليل عليا. فبيقول لها والقلم اللي في ايدك ده بيعمل ايه يا روح خالتك؟ فبتقول له ده لسه هعمل بيه حاجات ومحتاجات. وبتقوم نط عليه، فبتقفشهم شيدا في الوضع ده وبتقول له اوجا تعالي يا بنت اللذينه. هو بتعمل معاها الجلاشه في السريع كده. وبيقعد مارو يفطر، ففجاه بيتصل بيه كاي وبيقول له في واخده عملها فينا. فبيقول له يعني ايه؟ فبيقول له كاي هبعت لك صوره بس امسك نفسك. فبيبص مارو على الصوره وبياخد صدمه مدويه حرفيا، لان في شخص نشر مقاله فيها معلومات كاذبه عن حياته وموت امه. وبيجتمع الكل في اوضه النادي، وبيقول كاي مفيش غير شخص واحد بس مستفيد من ورا نشر المقاله دي وهو الحقير شون. فبتتعصب مومو وبتقول انا هستخدم نفوذ عيلتي وهروح اعرفه ان الله حق. فبيقول لها لا اوعي تعملي حاجه. فبتقول له واسيبه يفلت بعملته كده. فبيقول لها ممكن يستغل الفرصه ويستخدمك عشان يزود البهارات في القصه اللي هو كتبها دي. فبتتصدم وبتقول له ايوه صح ده واطي ويعملها. وبتقول شيدا طب ايه العمل دلوقتي؟ فبيقول كاي انا عندي طريقه نرد بيها على الوغد ده. فبتقول له كاتي وايه هي طيب؟ فبيقول لها احنا نعمل الفيلم الثقافي وننشره، بس الفكره اننا مش هننشره على القناه اللي عرضت علينا، احنا هننشره على قناه كولكت جابان. فبيتصدموا جدا وبتقول شيدا دي اكبر قناه تلفزيونيه في اليابان حرفيا. فبيقول لهم كاي بالظبط كده، القناه لما عرفت اللي حصل عرضت عليا يشتروا حقوق الفيلم الوثائقي، ودي فرصه جامده جدا عشان العالم كله يعرف القصه الحقيقيه لمارو. فبيوافق مارو على الفكره وبيطلب المساعده من باقي الشله. فبيوافقوا وبتعرض مومو فكرتها بقى اللي قالتها لشيدا وكاتي، وهي ان الفيلم الوثائقي يكون عباره عن انترفيو هتعمله كل واحده من الثلاثه. يعني مثلا مومو تسال مارو شويه اسئله عن ماضيه وهو يرد، واثناء ده هيكونوا بيتمشوا في اماكن ليها ذكريات خاصه لمارو. وبعد كده شيدا وكاتي يكملوا باقي الانترفيو بقى بنفس النظام. فبتعجب الفكره كاي وبيعتمدها، وعلى طول بيضربوا على الحديد وهو سخن وبيروحوا لاول مكان. وبيكون بيت كاتي بما ان جزء كبير من طفوله مارو قضاها هناك. وبتفضل بقى كاتي تساله عن ماضيه، فبيقعد يحكي كل حاجه بالتفصيل الممل. وتاني يوم بيجي الدور على مومو، فبتاخده المكان مؤلم جدا وهو المكان اللي امه ماتت فيه. وبتقول له احكي لنا امك ماتت ازاي؟ فبيقول لها امي كانت متعوده على تمثيل الادوار الرومانسيه، ودي كانت اول مره تمثل مسلسل واقعي، فكانت عايزه تبان بشكل واقعي جدا. وكان المشهد ان في عربيه هتيجي تخبطها وهي تقع على الارض، بس للاسف الشديد من حماس امي للدور ده وقعت جامد على راسها، فجالها ارتجاج في المخ وماتت في الحادثه المؤلمه دي. وانا من بعدها كل ما اجي امثل افتكر الحادثه، فما قدرتش
قدرتش استحمل وقررت اسيب المجال، وهي دي القصه الحقيقيه وراء اعتزالي. وبعد القصه الحزينه دي بتوقف مومو التصوير وبتفضل تبكي بحرقه شديده، وبتقول لمارو امك كانت ست جميله جدا وبتعاملني كويس كانها امي بالظبط، وانا كنت بحبها جدا، فلما ماتت قلبي اتقطع بجد. فبيتاثر مارو جدا وبيقعد يعيط هو كمان، وكان شويه وهعيط انا كمان صديقي الجميل. فبتحضنه مومو وبتحاول تخفف عنه شويه بالكلام. وتاني يوم بيجي الدور اخيرا على شيدا، فبتقول له تعالى معايا هاخدك لمكان مميز كده. فبيقول لها ايه هو بقى المكان ده؟ فبتقول له لما توصل هتعرف. وبتاخده الكهف غريب كده. فبيقول لها يا عبد صمد انت لسه فاكره؟ فبتقول له طبعا، هو ده يتنسي؟ فبيقول لها الواحد حن للماضي والله. وبنرجع فلاش باك عشان نعرف قصه المكان ده. زمان مارو كان بيهرب من بيته عشان ما بيحبش يقعد فيه بعد موت امه، فقعد يدور على مكان يستخبى فيه لحد ما وصل للكهف ده، وعملوا قعده سريه ليه. وطبعا شيدا تتبعته وعرفت المكان ده وبقت تروح معاه على طول. وبنرجع للحاضر تاني وبيروحوا الاتنين يقعدوا مع بعض في الهواء الطلق كده. وبتقول شيدا انا عايز اقول لك حاجه مهمه، انا بحبك. فبيقول لها تاني؟ فبتقول له بجد المره دي والله. فبيقول لها طب ليه رفضتني في مهرجان الاعتراف؟ فبتقول له بصراحه كنت عايز اخد بطاري عشان انت رفضتني قبل كده. انا وقتها عملت نفسي عادي مش متاثره، بس من جوايا حسيت بالحزن والالم جامد، فكنت عايز اعمل حاجه فيك انا كمان. والرفض كان فرصه كويسه جدا، بس في الحقيقه انا بحبك جدا وعايزاك. وبالنسبه للسبب اللي خلاني ما اقولكش انا ليه عملت كده، هو ان خفت تكرهني وعلاقتنا تنتهي تماما. فبيبكي الواد الحساس وبيقول لها يا غبيه بالعكس انا كنت غضبان منك عشان مخلياني مش عارف مشاعرك ناحيتي، بس دلوقتي بعد ما عرفت انا بقيت مبسوط جدا وارتحت. فبتقول له انا اسفه كنت جبانه جدا وما قدرتش اواجهك قبل كده. فبيقول لها خلاص مش مهم اللي فات مات. فبتكسر جو الحزن ده وبتقول له طب ايه بقى موافق نرتبط؟ فبياخد الصدمه من المفاجاه دي وبيقعد يفكر مع نفسه وبيقول انا بحب شيدا طبعا، بس برضه مش بنسبه 100% لوحدها، انا بحب كاتي ومومو هما كمان، اعمل ايه في الحيره دي؟ فبتقطع شيدا حبل افكاره وبتقول له طالما قعدت تفكر كتير كده يبقى في حد تاني شاغل بالك ومحتار بينا، وانا مش عايزاك تبقى بالشكل ده لان مشاعرك لازم تكون ليا بالكامل، فانا بقترح ابقى حبيبه الطفوله بتاعتك. فبيتصدم وبيقول لها نعم يا اختي، هي مش اسمها صديقه الطفوله؟ فبتقول له بس ده الجديد بقى، ده مصطلح عباره عن صديقه الطفوله بالاضافه الى حبيبه مش عايز تتخلى عنها، يعني بالبلد كده هنفضل اصدقاء طفوله عادي من غير ارتباط، بس لاحقا لو الظروف سمحت وانت بقيت تحبني بنسبه 100% هنرتبط ببعض. فبيقول لها هي كده معقوله شويه، وبيوافق على الفكره الغريبه المريبه دي. وبعد فتره بيصدر الفيلم الوثائقي اخيرا وبيحقق نجاح وشهره كبيره جدا، لدرجه ان الواد ابن المحظوظه مارو بقى ليه نادي معجبين كمان ومشهور، وقرر ما يرتبطش بولا واحده في الثلاثه ويركز على دراسته ومستقبله ويفك من جو الارتباط الفاكسان ده. وبينتهي الانمي لغايه هنا صديقي الجميل، ولو عجبك طبعا ما تنساش تحط لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه وتفعل كمان الاشعارات عشان توصلك انمياتنا اول ما تنزل. سلام.